مساء الأنوار. تفضلي. شكرا لك يحيى. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. في تصريح حصري لمراسل قنوات بي إن سبورتس في العراق، أكد عبد الخالق مسعود رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم أن 11 من شهر مايو أيار المقبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي سيحمل البشرى إلى العراقيين برفع الحظر الدولي المفروض على إجراء المباريات الدولية في بلاده، مشددا على أنه تلقى تطمينات متزايدة بهذا الشأن بعد زيارة لجنة التفتيش الأخيرة إلى مدن البصرة وكربلاء وأربيل. أنا كنت أتوقع هو صلاحية لجنة الطوارئ أو صلاحية رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم برفع الحظر عن الكرة العراقية من خلال التقارير اللي وجهت إلى الاتحاد الدولي من قبل اللجنة الأمنية ولجنة المسابقات من قبل الاتحاد الآسيوي اللي زار محافظات البصرة وكربلاء وأربيل، ولكن يبين بأنه لا يوجد لديهم الصلاحية برفع الحظر إلا في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي واجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي يكون في البحرين 11/5، وانا ننتظر في فارق الصبر قرار الاتحاد الدولي 11/5 تصدر برفع الحظر عن الكرة العراقية، ولدينا محاولات كثيرة واتصالات مع الاتحاد الدولي خلال هاي الفترة المقبلة قبل الكونغرس، وايضا مشكورا سعادة السفير العراقي في سويسرا استاذ ماجد ايضا لديه اتصال مع الاتحاد الدولي، وايضا تكلمت مع الشيخ سلمان بهذا الخصوص لانه هو رئيس اتحاد قاري لقارة اسيا، وانا منضوين تحت لواء قارة اسيا، وايضا الشيخ احمد الفهد وبقية الاعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، وان شاء الله الشهر الخامس يكون بشرى الجماهير العراقية. أنا بعثت كتاب بأنه موضوع رفع الحظر أن تدخل ضمن منهاج معضل اجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأيضا درج في معضل اجتماع